المونتاج ظهر على يد سيرجي ايزنشتاين، كان بيستعمله ساعتها في افلامه سنه 1923. المونتاج زمان كان بيتعمل بطريقه مانيوال يدويه، يعني زمان ما كانش موجود كاميرات الديجيتال اللي هي بتصور دلوقتي، اللي هي على سبيل المثال مثلا لو انت طلعت موبايلك وبدات تصور فالسنسور بيلقط الضوء وبيحوله لاشارات كهربائيه وهكذا. انما زمان فبيستخدموا تقنيه اسمها الفيلم. تقنيه الفيلم عباره عن ان الفيلم ده شريط مصنوع من البلاستيك، الشريط ده مجرد ما بيتعرض للضوء بيتحرق بطرق معينه وتحميض وقصه طويله مش هنخش فيها. الصوره بتظهر على الفيلم، بيكون شكله عباره ان هو فريمات مرصوصه تحت بعضها في شريط الفيلم. فهم عملوا جهاز بيقرا الصوره اللي على الشريط ده ويخليها لك قدامك، فبالتالي وانت تتحرك على الشريط يبقى عندك الامكانيه انك تعرف ايه الفريم اللي انت واقف عليه دلوقتي. ان الجهاز بيكون مدمج فيه آلة حادة، بيجي عند اول فريم عايز يشيله ويقوم قاطع ويجيب شريطين الفيلم الجداد اللي هيركبوا مع بعض ويلزقهم جنب بعض بلزق لزق قطعه سوليتيب، بيلزق الفيلم وبس كده خلاص القط اتعمل.